بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبنا في كل مكان؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بألف خير. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على الرسول ونذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض النهارده ويوم اليوم العرض. الخامس. النهارده ان شاء الله الفيديو مهم جدا لكل اللي بيربوا طيور وخاصة الفراخ بأنواعها. ليه بقى؟ السادس. النهارده ان شاء لا، الله هنتكلم الخامس. على لا، بدايل نحسب أول يوم العلاج، يبقى بدايل السادس. العلاج لا، أول البشري يوم اللي ممكن ما نستعمله يتحسبش، هما كانوا بديل هنا العلاج العصر. البيطري. طبعا اليوم ده العلاج طبيعي ما البيطري بقى غالي يتحسبش. جدا والله العظيم، وساعات انا بروح اجيبه والله بجد ساعات بيبقى غالي قوي وما بجيبش كمان معايا نتيجه، وانا نادرا اساسا اما بروح انا اجيب اصلا من الصيدله البيطريه اي حاجه. انا ماشيه بالاعشاب وماشيه بالوصفات وماشيه بالعلاج اللي هو البشري. في علاج بشري بستخدمه لاي حاله او اي حاجه بتحصل عندي، انا بروح اجيبه وبيبقى رخيص كمان وبجيب نتيجه فعاله جدا جدا جدا. تمام. النهارده اول حاجه معانا النهارده ايه يا جماعه؟ معانا الفلاجيل او الانتينال. دول حلوين جدا جدا جدا، مطهر معوي وبجيب نتيجه فعاله بجد. لو عندك اسهال بني، عندك اي انواع الاسهالات، عندك يعني يعني معدة الطيور عندك مش مظبطة، او عندك اي انواع اسهال، ده بسم الله ما شاء الله زي ما هو بعالج عندنا بيعالج عند الطيور بالظبط. الفلاجيل او الانتينال. طيب ممكن الجرعة تبقى ايه يا ام احمد؟ لو شراب هتدي 5 سنتي على اللتر المية، لو شراب. تمام. لكن لو قرص بقى، لو قراص بتمسك القرص تطحنيه وتحطيه برضو في السقايه لتر ميه، تطحني قرص وتقوم حاطه ايه، تحطيه في السقايه. تمام. ده ممكن لمده 3 ايام هيقضي على الاسهال عندك وهيخلي الفراخ بسم الله ما شاء الله. وكمان ما هوش غالي، يعني هو كمان ما هوش غالي وهيجيب كمان معاكي نتيجه كويسه قوي. طيب ده النوع الاولاني. ايه النوع التاني؟ عندنا الريفو ده طبعا مشهور جدا، اللي هو الاسبرين يا جماعه. ده بسم الله ما شاء الله حلو قوي قوي للطيور. عندك الطيور كشه، الطيور بتخنفر، الطيور عندها نزلات برد، الطيور سخنه. زي ما بيعالج زي ما قلت برضو بيعالج عندنا، بعالج عند الفراخ نزلات البرد، السخونيه، الحاجات دي كلها. والله هو مش غالي، يعني هو كان الاول الشريط كان ب2 جنيه، بقى الوقت تقريبا ب10 جنيه، برضه ما هوش غالي. ممكن تروحي تجيبي علاج من الصيدله البيطريه وكمان ما بديش نفس النتيجه الفعاله. الاسبرين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، انا والله العظيم بستعمله وبجد بيجيب معايا نتيجه زي الفل. تمام تمام. طب ايه النوع التالت بقى؟ احنا قلنا نوعين. النوع التالت عندنا الفنت الشراب. ده حلو قوي قوي يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. بيفتح. تبص بقى ده لما تسمعي، شفتي لما الفرخ يكون عندك بخنفر كده وعنده نزله برد ومش قادر ياخد نفسه وبينها كده، ده بسم الله ما شاء الله موسع للشعب. تمام. لا، أول موسع يوم للشعب، ما يعني بسم الله يتحسبش، ما هما شاء كانوا الله هنا العصر. بيوسع الشعب عند فاليوم ده طبيعي ما عند يتحسبش. الفراخ وبيمنع النهجان وبخلي صحة الفرخة حلوة ما ينهكش بالذات في الحر. يبقى حلو قوي. بتحطي برضو الجرعة بتاعته قد ايه؟ ممكن تحطي 5 سنتي على اللتر المية، ممكن لكل اللي ايه لمدة برضو 3 ايام. برضو حلو قوي قوي قوي. عندنا برضو نوع حلو قوي برضو علاج بشري اللي هو نيو ديجستين. ده حلو قوي قوي يا جماعة. ده بيعمل ايه بقى؟ ده فاتح للشهية وبيساعد على الهضم عند الفراخ. وبسم الله ما شاء الله يعني الحبايه اللي الفرخ بياكلها او العلف اللي الفرخ بياكله بيتهضم بسرعه، وبسم الله ما شاء الله بيعمل نتيجه تحويل رهيبه. يعني ما شاء الله. ما هو الفرخ هقول لكم حاجه، الفرخ لما يكون صحته حلوه وبياكل كويس وما عندوش اي مشاكل في امعائه ولا الحاجات دي وبيهضم حلو، اكيد هيبقى يومه بيومين، يومه بيومين يعني هيكبر والاكل يبان عليه. تمام. فالعلاج ده برضو حلو قوي 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 قوي. تمام تمام. في برضو كم نوع لسه ان شاء الله باذن الله، عشان الفيديو ما بقاش طويل عليكم. انا هقسم انواع العلاج اللي انا بستخدمها اللي هي بديله للعلاج البيطري، وهقول لكم عليها ان شاء الله في الفيديوهات كمان اللي جايه. بس انا قلت لكم اهم حاجه، يعني اهم كام نوع انا بستخدمه، اهم كام نوع انا بستخدمه. ده بستخدمه مع الوصفات بقى والحاجات اللي زي دي. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هقول لكم الوصفات اللي هي مثلا بتعمل مضاد سموم والحاجات، الحاجات اللي زي دي. بس اهم حاجه اهم حاجه انك تكوني منظفه المكان بتاعك ايا كان الطيور بتاعتك، لان نظافه المكان عليه
يعني مش 50، معالي 60% أو 70% من تربيتك، أو إنك تطلعي بنتيجة كويسة في الطيور بتاعتك. طبعا زي ما قلت الحاجة غالية والدنيا غالية والعالم غالي، فحرام إن احنا نبهدل الطيور بتاعتنا أو نعمل يعني لازم نحافظ ونهتم بالحاجة اللي عندنا. تمام. طبعا بتمنى الفيديو يكون المعلومات اللي فيها استفدتوا منها، وإن شاء الله أشوفكم